احنا سعداء جدا بهذا اللقاء مع فخامة رئيس الجمهورية. أنتم عارفين بأن في إطار قرار من طرف اللجان الأولمبية الإفريقية كلها والأعضاء تاع اللجنة الأولمبية الدولية، كان فيه قرار باش يسلم وسام الاستحقاق الأولمبي ذهب للرؤساء والملوك إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، نظرا على المجهودات الجبارة اللي قايم بها، ونظرا للاهتمام الهام اللي عنده على مصير هذا الشباب في الجزائر وفي إفريقيا. هو غني على العرف على الشيء اللي قام به. احنا فخورين بهذا اللقاء، ونتمنى ان شاء الله ان الجزائر وقطر افريقيا تكون ديما في القيمة والمستوى نتاع الحركة الأولمبية والرياضية الإفريقية تكون على المستوى المطلوب، يعني في القيمة العالمية.